السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمله إيه بقى؟ النهارده بقى بما إن الدنيا ساقعة زي ما أنت شايف كده، إيه رأيك في شوية قدوسية كده سخنين بحبة عسل كده وناكلهم بالليل كده قبل ما ننام والتخن بقى جم يشتغل. جمدان، جمدان آخر حاجة. لأ إن شاء الله هنعملها بطريقة سهلة جدًا وبسيطة زيكم الأول عاملين إيه. القدوسية دي عبارة عن إيه، حاجة بسيطة خالص، هي شوية دقيق وشوية ملح، أي كمية دقيق أنا هنا عملت كيلو، شوية ملح بسيطة وبعد كده بمَيّة دافية، هي ما فيهاش خميرة ولا حاجة، بس عشان إيه، ترتاح معانا بسرعة. بسيطة يعني. بسيطة خالص ما فيهاش أي حاجة وبتتباع برّه غالية، طَب على إيه؟ فإحنا نعملها في البيت. هو كيلو دقيق هيطلّع لنا حوالي كيلو ونُص قدوسية من اللي بنشتريها من برّه، هو دقيق والمَيّة بس وبعد كده بيبيعوها غالية على الأساس ده. هتبقى أحسن بكتير في البيت فعلًا. طبعًا إن شاء الله هتعمليها وحتى لو عملتيها على قدِّك يعني حاجة بسيطة، المهم إن إحنا عايزين نعجنها عجنة تمام، وهاقول لِك كمان لو أنتِ ما عندكيش القطّاعة بتاعة القدوسية هنعملها مع بعض على إيدينا كمان وتشوفيها بتتعمل إزاي. بعد ما أعجنها بقى كويس جدًا بالشكل ده، كوروها بقى. حتى لو ما فيش عجّان هيعجنوها على إيديهم برضه عادي، أنا الموضوع كنت سهل يعني. كنت باعجن معاهم قبل كده على إيدي ما فيش مشكلة، وأقطّعها كِوَر صغيّرة، المهم بس يكون جنبنا شوية دقيق محترمين. هي بتحب الدقيق. عشان ما تلزقش، أنا إحنا مش شُفت محتاجينها تلزق، التصوير يعني كُلّه دقيق. بس بنسيبها الأول تستريّح كده حوالي ربع ساعة كده، وبعد كده بُصّوا بقى كمية الدقيق، بنحط شوية دقيق حلوين عشان ما تلزقش منِّك وتتقطّع، وبالنشابة ونفرد بقى. هي تقريبًا الفرد بتاعها كتير. أنت تفرد على قد يعني على قد ما نقدر تبقى رقيقة خالص ورفيّعة عشان ما تطلعش معاكِ تخينة، يعني تطلع معاكِ رفيّعة زي اللي بنجيبها من برّه بالضبط. واللي لاحظته برضه يا صديقي أنتِ كل فردة بتحطّي شوية دقيق، يعني أنتِ بتملي العجينة دقيق. ما إحنا لازم نحط دقيق كتير عشان زي ما قُلت لكم بتلزق، مش عايزينها تلزق لإن إحنا كل ما رفّعتِ العجينة كل ما تكون أحسن معاكِ، فإحنا مش عايزينها تلزق وإحنا بنفرد أهو بُصّوا شايفين بقت إمم. رفيّعة إزاي، لسه كمان عايزاها رفيّعة أكتر من كده. أحط شوية دقيق ونلف. لسه هنبرمها الأول، وبعد إمم. كده نفرد برضه لحد ما العجينة دي بُصّوا تبقى كبيرة شوية كمان عن كده. عرفتوا بقى ليه إحنا بنحط دقيق، عشان البرمة إمم. دي لو برمناها من غير الدقيق هتلزق في هتلزق. بعض. ما أنت شاطر أهو. لأ عاجبك أوي. ما دام هاعملها لك في البيت ومش هتشتري من برّه ها؟ أيوه بالضبط كده. لإن فعلًا الحاجة برّه بقت غالية أوي، فالأحسن اللي هي تتعمل في البيت، هتبقى أوفر وأنضف يعني. طبعًا. زي ما أنتم شايفين كده بُصّوا دول آخر بقى رشة دقيق كده، شايفين الكورة الأول كانت معايا قد إيه يا لأ، مصطفى؟ كانت صغيرة خالص، بُصّوا أنا كبّرتها قد إيه، بُص بقينا مخبز أهو شايفين؟ دي في كل مكان. في كل حتة. بس لأ النتيجة النتيجة ما تطلع حلوة. 10 على 10. ما تبُصّش بقى للحاجات دي، بُص للنتيجة في الآخر. بُصّوا بقى بعد كده بنخرّج منها النشّابة واحدة، واحدة كده بُصّوا باجمّعها على جنب، كل ده بقى لو ما كانش جواها دقيق كان زمانها باظت كان خالص. زمانها غزقت صح. دلوقتي بقى دي الطريقة للناس اللي عندها المكنة، تمام، هنسيبها بقى وهي مكوّرة كده، نقطّع بُصّوا إمم. حجم صغيّر كده كذا واحدة بالسكينة هناخدها على طول على المكنة، برضه نحط على المكنة دقيق عشان إمم. العجين ما يلزقش. كل واحدة من دي بقى بُصّوا ناخدها نفردها كده، هي بقى بتنزل شرايط رفيّعة تقريبًا بالشكل ده. في واحدة للمكرونة وفي واحدة للقدوسية كده. عايزة أقول لكم إن أنا ما استخدمتهاش تاني بعد الفيديو ده، إمم. عشان أنا لقيتها إن على إيدي أسهل بكتير، بكتير. أهي بُصّوا ده شكلها أهو كده. بس هي برضه ما ننكرش اللي هي سهلة، يعني هي لو هي هتعملي سهلة بس إيه كمية. اللي يخلّيني باقعد أقطّع أ وأفرد كده، طب ما أنا أقطّعهم بالسكينة كلّهم مرّة واحدة وأخلّص نفسي. بس لو كمية هتبقى أسهل لسِت البيت يعني. ما أعرفش أنا بقى كان بالنسبة لي على إيدي أسهل بكتير من إن أنا أقعد أقطّع وأرجع أسهل على إيه؟ المكنة أنا اللي والكلام كنت ده. بالِف. مش علشان اللَّف، عشان إن أنا أقطّعها قطع صغيّرة، هُم آه. هيشوفوا دلوقتي إن أنهو الأسهل بالنسبة لهم، إن يقطّعوا على إيديهم والّا بالمكنة، ولو لقيتِ واحدة بقى ما اتقطّعتش بترجّعيها تاني زي ما أنا رجعي ما تاني عملت كده آه. دلوقتي، والمهم إن أنتِ تسلّكيهم من بعض بالشكل ده، أهو. بالضبط كده. خلّيهم على جنب بقى لحد ما قدوسية. نحوّش شوية كده ونروح بقى حاطين أي حاجة عندِك نضيفة، قماشة نضيفة أو شاشة على مصفى، طبعًا المصفى دي تحتها في حلة، الحلة فيها مَيّة وبنسيبها بقى تغلي على النار وما بتقعدش حوالي 10 دقايق أو أقل كمان، بتخرّجيها على ما طول بتاخدش وقت خالص. خالص. بُصّوا بقى أنا فردت واحدة تانية مع نفسي عشان ما أطوّلش عليكم، ودي بقى إمم. قطعتها بالسكينة، بُصّوا ما فيهاش أي حاجة. ده كده بديل المكنة، اللي ما عندوش مكنة. اللي ما عندوش مكنة بس السكينة بقى تكون إيه،
حامية جدًا تكون طبعًا. حامية كويس، خلّي بالِك بقى من صوابعِك وكمان إيه، تقطّعي رفيّع أوي، عشان ما تبقاش معاكِ برضه تخينة، يعني تبقى نفس إيه، النتيجة بتاعة المكنة. القطّاعة دي أو إمم. المكنة دي. بُصّوا سهلة إزاي، والله ما فيهاش حاجة، أنا عن نفسي كمّلته كلّه كده، يعني إحنا استسهلتها بدأنا بصراحة. الأول بالمكنة، بعد كده اشتغلنا كده يعني. أنا ماما ربنا يدّيها الصحة يا رب كانت بتعملها وبسم الله ما شاء الله يعني كانت وهي بتقطّع بقى مش بالراحة كده زيي، كان ما شاء الله ورا بعض، ورا بعض، ورا بعض ما كانتش بتاخد في إيديها خلي بالِك برضه السكينة 5 دي دقايق. بتستخدميها صغيّرة، يعني صغيّرة لو كبيرة شوية هتساعد أكتر، أو أنا قطّاعة. يعني هو أنا عندي سكاكين لأ قطّاعة مش هتنفع، إمم. عندي سكاكين كتيرة كبيرة بس أنا أصلًا ما باحبش أستعمل غير كبيرة. السكاكين الصغيّرة ما أعرفش ليه، بارتاح نفسيًا. بُصّوا أنا باورّيكم إن هي رفيّعة زي المكنة إزاي، بالضبط. كل بقى كمية هتقطّعيها تحوّشيها كده وفي الشاشة النضيفة زي ما قُلنا بنحطها بس ما تحطّيهمش على بعض، يعني أنتِ حوّشتِ حبّة كده بعد ما الأولانيين يستووا، تحطّي دول بُصّوا 10 دقايق وبتبقى مستوية واللي ما معاكِ. عندوش شاش بقى يعمل إيه؟ أي حاجة نضيفة عندنا يعني مثلًا فانيلة ف بابا، فانيلة. بس تكون طبعًا نضيفة ومش إحنا الرجالة على هنستخدمها طول تاني، كده حاجاتنا بتستخدم في واخدين المطبخ. والله العظيم بتطلّعي الحاجات حلوة أوي، أنا باعمل الكسكسي برضه في الفانيلا بس بيطلع حلو. تعالوا شوفوا عندي والله عاملة عرض في المطبخ. معلش لازم ناخد ذكرى في المطبخ منكم. شايفين بُصّوا طبعًا بقى بس هي حلوة، جامدة طبعًا أوي. أنا حطيت عليها سمنة، طبعًا شوية سمنة بلدي بقى، شوية زبدة، أي حاجة متوفرة عندِك، إمم. وطبعًا بقى هنحط إيه، إيه العسل بتاعنا. العسل بقى وقت الأكل بقى كل واحد زي ما آه. بيحب، اللي بيحب بقى حبّة كتير، حبّة صغيّرة، براحته. أنا باحبها كمان ساعات باكلها بالعسل الأبيض جميلة على فكرة، إيه وبالسكر جميلة برضه، وكل واحد حسب الرغبة بتاعته يعني. طبعًا أهم حاجة إن إحنا ناكلها وهي سخنة كده والجو شايفين ساقعة، يعني الجمال؟ إحساس حلو أوي. لأ جمدان جمدان يعني. إن شاء الله هتجرّبوها وتعجبكم زي ما شُفتوا بقى الطريقتين، لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وشير، وشير، شير، شير، يعني شيّروا يا جماعة. يالّا نشوفكم نشوفكم على على خير. خير.